التأهل، وهذا هو الهدف كما قلت لك دائما. الهدف هو التأهل ليس تقديم مستوى. صحيح أنه ما شاهدناش مستوى كبير، لكن تكتيكيا فرق. لكن في شيء مقنع اكيد، لانه مقنع، لانه شوف كل مدرب عنده حسابات، وكل مدرب عنده اسلوب طريقه لعبه، يلعب بالخصم ضد الخصم او المنافس بطريقه وباسلوب معين. اليوم عنده الهدف الاول انه لا يستقبل اهداف، ومن ثم مباغتة. نجح في الهدف الاول وهو عدم استقبال الاهداف في المباراتين. اخذ نقطه من المرشح الاول للصعود هي كرواتيا في هذه المجموعه. المباراه اليوم لعب نفس الاسلوب نفس الطريقه، لكن مع ربما جرأة بعض الشيء في الشوط الثاني في الخروج في المرتدات. شاهد اصبح الفريق يلعب شويه بضغط عالي اكثر مع بوفال قبل ما يخرج، قدم شوط ثاني مفرد. صوتك في الراس. قلت كما قلت التبديلات حتى الهدف ساعدنا كثير. الهدف مع اول دخول اللاعب صابيري تسجيله للهدف اعطى ثقه اكثر للاعبين. بدانا نلعب بشكل جيد خصوصا دفاعيا، لم نرتكب اخطاء وهذا شيء مهم. واليوم كذلك الحارس لازم يعطي دوره اليوم، لأن الحارس لم يكن معه ولم يكون لاعب اساسي. صحيح. قدم مباراه كبيره اليوم، وهذه قوه الحراس عندما يكون عندك حارسين على اعلى مستوى. غياب حارس الاول بونو معروف افضل الحراس في العالم. كذلك بالنسبه لمنير كان جاهز وكان موجود في الوقت المناسب يحتاجون زملائه، تدخل واعطى دائما يعطيك ثقه وحافظ على الشباك نظيفه. صحيح مع المدافعين طبعا بقضيه السايس مع اكرد مع دخول جواد يامير كذلك، وتغيير اسلوب طريقه اللعب. تكلم لنا حاتم اصبح يلعب بخمسه لاعبين باربعه في وسط الملعب. يعني لم يعطي الفرصه، لم يعطي المساحات. ما شاهدناش دازا، ما شاهدناش لوكاكو عندما دخل، ما شاهدناش حتى دي بروين. اللاعب وسط الملعب كانوا دائما يراقبون اكثر، كان مراقب بين المرابط وناحي واسلام قبل ما يخرج. عندما دخل صابر اصبحت مراقبه كل لاعب عندما ياتي الى مكان قريب منه يكون هو المكلف بالرقابه. وهذه عندما تاخذ مفاتيح لعب ولا تعطيهم المساحات، اظن ان المنتخب نجح. زاد نجاحه هو بعد التسجيل الهدف الثاني. الانضباط اللي فيه المغرب يا يوسف، انا اشوف ان السبب الرئيسي في فوزه بالمباراه. صحيح. الانضباط ده مع لعيبه ذكيه في الملعب زي لعيبه بلجيكا. لعيبه بلجيكا ما ظهرتش ليه؟ لان لعيبه المغرب منضبطه بشكل جيد، مركزه في ادق التفاصيل وادق التحركات. اخفوا لعيبه بلجيكا تماما عن السيناريو المباراه رغم اشتراك لوكاكو، برغم اشتراك كل الاسماء، تروسارد، ميرتنز، البدلاء، هازارد، لوكاكو هو اختفوا. مصدر الخطوره في هجوم بلجيكا. نقطة مهمة بالنسبة لي في تغيير الظهير الايسر. انا الظهير الايسر الذي تم عطية الله لابد ان يلعب اساسي. لاعب جيد جدا، ظهير ممتاز، ولابد بالتضحية به من المدرب، هو له حرية الاختيار. صعب واحد يلعب في بايرن مثلا. الاشكال هنا، لكن احنا نتكلم هو مزراوي يستطيع ان يلعب ظهير ايمن ايضا. لا هو يختار ظهير ايمن، هو بدل مزراوي حكيمي، هو يختار على حسب الخصم. بس هو حكيمي صحيح، حكيمي يصاب استخدام عنه. انا معك، انا متفق، لكن يعني تستغني عن مزراوي ولا عن حكيمي، لكن الظهير ليس ممتاز. بيعمل الاضافه كل ما بينزل بيعمل الاضافه، لانه هو ظهير ايسر. عدلته هو ظهير ايسر، هذه شغلته. مزراوي ظهير ايمن، حكيمي ظهير ايمن. مزراوي يلعب كظهير ايسر لانه مطالب دفاعيا جيد، لكن على المستوى الهجومي صحيح. لكن كما قلت آية الله تو جيد، لكن صعب المدرب انه طلعوا جناح حكيمي. لا هو ما شاء الله المنتخب المغربي كسكواد كفرقه 26 لاعب مدجج بالنجوم. يعني لاحظنا ان البدلاء الذين نزلوا هم الذين احدثوا الفارق. الاعتماد ليس على 11 لاعب فقط. انا على التغييرات كمان ايمن، انا اشوف حمد الله لما نزل، حمد الله افضل من النصيري. انا اشوف حمد الله في الاستحواذ يا يوسف والتحكم بالكره حسب طبيعه المباراه حسب طبعا كل واحد له مزيد. هو لاعب مهم ولاعب عنده امكانيات، لكن الاسلوب اللي يلعب فيه المغرب خصوصا التراجع والتحفظ. نصيري بدنيا عنده اسرع كمان يقوم يضغط، لا يقوم بعمل كبير. ولكن انت هنا احتفال المغاربه داخل في الملابس حتى مع الطريقه دي انت محتاج المهاجم اللي عنده كنترول على الكوره. لكن عندما تلعب على المرتدات تحتاج السرعه، تحتاج اللاعب سريع اكثر. هو قوه اللاعب حمد الله هي في البوكس. انت في مع زياش زياش يا يوسف وبوفال، لو حطيت معاهم حمد الله لاعب يبقى محطه لكن تضغط. ايوه ما انا لا حتى لو مش بتضغط، حتى لو لاعب يدي الفرصه زي والله ما اجملها من حيره المدرب ان يكون لديه لاعبين بهذا المستوى يفاضل بينهم. اكيد زي جيروما بيعمل مع يوسف في نقطه. لماذا؟ لانه نصيري يمكن في ال 18 في البوكس
اقل من حمد الله. لكن بالنسبه للمدرب لماذا يلعب بنصيري؟ لانه نصيري يدافع ويرجع اكثر من حمد الله. نعم. هذه النقطه. ثم لا ننسى ان حمد الله عائد للمنتخب بعد 3 سنوات صحيح تقريبا. لا هو لاعب جيد.